المصروف بيربي الولاد على الإتاوة، وبعد وقت بيبقى كأنه حق مكتسب. ده كومنت جالي على فيديو المصروف وشرح التكنيكس اللي بنعلم بيها الأطفال عن الفلوس، وأنا رأيي صح واللي كاتب ده عنده حق. لو ما اتفقناش مع الطفل ولا حطينا قواعد لاستخدام الفلوس اللي هو هياخدها، زي انه يقسمها، انه اول حاجة لازم يطلع جزء للشيرنج، انه يدي ناس تانية. تاني حاجة انه في مبدأ ان احنا بنحوش لهدف ما، حتى لو رقم بسيط قوي او جزء بسيط جدا من مصروفه، بس احنا بنعزز المبدأ ده. وتالت جزء الصرف، وحتى الصرف انا لازم أأكد انه في حاجات ممنوعة، زي ممنوع ان احنا نشتري حلويات بكل المصروف، لا انت ليك جزء محدد، فحتى لو جبت بكل مصروفك حلويات هيتشال وهتاكله في الوقت المحدد بتاع اكل الحلويات. زي ان المصروف نفسه لو خلص كله في يوم واحد او يومين مش هنقدر ناخد غير في ميعاد المصروف الثابت في الاسبوع اللي وراه. الفكرة ان احنا لازم نعلمهم ونتعامل احنا كمان مع المصروف على انه اداة للتدريب على مهارات كتير بقى، زي العطاء وان احنا ندي ناس تانية، زي الادخار، ترتيب الاولويات، التخطيط، الصبر، اتخاذ القرارات بهدوء وبحكمة. عشان كده المصروف سلاح ذو حدين، ينفع نستخدمه بطريقة صح تبني جدا مهارات رهيبة عند الطفل، او بطريقة غلط ويبقى فعلا المصروف زي اتاوة وحق مكتسب. وانتوا كمان ايه رأيكم في الموضوع ده؟